ملي كنشوف مشاكل الناس كنقول بلي المشكل ديالي انا ما يبانش قدام المشاكل ديالهم، لاننا تخلقنا في هذه الدنيا باش نشوفوا واش نقدروا ننجحوا في الامتحان اللي حطنا فيه مولانا وباش نساعدوا بعضياتنا. في هذه الحلقه غنرجع عندكم بمشاكل الناس اللي كيطلبوا الاراء ديالكم. السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. رجعت لكم اليوم بحياتي حكايه. نتمنى ديروا اشتراك على القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد حطيت لكم على القناه. ديروا اعجاب اللي ما كتكلفكم والو ولكن كتشجعني بزاف باش نعطي محتوى اكثر واجمل. واللي عندها شي قصه ولا شي حكايه ولا شي مشكل وبغات الاراء ديال الناس تواصل معايا في الانستغرام اللي غنخليه في البايو. خلينا نبداو. كتقول سلمى: انا مزوجه هذه 7 سنين تقريبا، عندي 2 وليدات، كنت عايشه مع عائله راجلي، كانوا كيتعاملوا معايا مزيان، ما خصني حتى شي حاجه، واكله شاربه مرتاحه. راجلي عسكري، دازت مده طويله وجداني نسكن معاه تما. حملت بنتي الثانيه اللي دابا عندها 1.5 عام، ولكن تبدل كل شيء. لقيت راجلي ماشي قد المسؤوليه واكتشف بلي كيكمل الحشيش حاشاكم، وصبرت حيت كنت حامله وما قدرتش نقولها لحتى واحد. في راس العام كنت عواله ندوزوه كاملين، ولكن ما جاش حتى 3 ديال الصباح. جا سكران اعزكم الله. بقيت كنبكي على هادشي اللي طحت فيه. دازت 4 شهور وجا قال لي بلي عطاوه انتقال لمدينه بعيده وما يقدرش يبقى معايا وما يقدرش يخليني بوحدي. قال لي غنديك لداركم حتى تولدي ويقابلوك وديك الساعه نجيبك لعندي. باع الفرش ديال الدار كامل ومشيت لعند مالين دارنا. مره كيصيفط ليا وشهرين لا. كل مره شنو كيقول ليا؟ مره عندي مشاكل في الخدمه، لا ما دوزوش ليا الخلصه، مره عندي شيك خاصني نخلصو. النهار اللي ولدت صونيت عليه، قلت ليه راني ولدت ولقاو فيا فقر الدم حاد. صيفط ليا باش ناخذ الدواء ليا وللبنت، قال ليا واخا ان شاء الله. دازت يومين كيصوني ما كيجاوبش. جباه هو اللي دار ليا السبوع. داز اسبوع زوين ولكن تفقست. بقى بابا هو اللي كيصرف عليا انا وولادي. ديك الوقيته قررت باش نطلق، ولكن والديه طلبوني نزيد نصبر. فعلا شد هو كونجي وجا عندي، بقى كيرغب وكيزاوق انني نصبر معاه، وطلب والدي يسمحوا ليه، ولكن صدق شماته. مشى رجع لخدمته وبقى كيصيفط ليا شي حاجه قليله ما كنتش كنصرف منها والو. بابا قال لي انا قاد بيك، واخا مسكين خدام على قد الحال. ولا هزني انا وولادي الماكله السقاطه ديالهم الحوايج كلشي كيشريه ليهم. حتى درت بنتي عام عاود ما بقاش كيصيفط ليا. تما عيطوا ليا والديه نمشي نجلس عندهم. مشيت وليت في مشاكل مع اختو كتضرب ولادي. حتى هي عايشه مع والديها ولكن مطلقه بنيه. كنت ديما كنتعامل معاها مزيان وكنقول لها ما تديهاش في الناس. مطلقه ماشي عيب، ولكن كانت كتكذب عليا وكتطيح عليا الباطل، وديما كتبقى تغوت في الدار على والديها. خلاتني نحس براسي غريبه وما عندي حتى قيمه. واحد النهار ما قدرتش نصبر، ضربات ليا ولدي وكان مريض. نط ليها ما خليتش ليها، هي كتعاير وانا كنعاير. جات عجوزتي عندي قالت لي نكرت الخير، نسيتي خيرنا وخير لوستك. خلاتني مصدومه، ما عمرهم شافوا مني شي عيب. جمعت حوايجي وجيت لدار با. ولات علاقتي مع لوستي خايبه بزاف، وعجوزتي رجعت كتهضر معايا وتسول فيا، ولكن ديك الهضره اللي قالت لي باقا في بالي. ما بقاتش عندي عزيزه بحال الاول. المهم راجلي قلت ليه الا ما درتيش ليا حل انا رفع عليك دعوه ديال الطلاق. كرا ليا في واحد المدينه وهو بعيد في مدينه اخرى. ما بغاش يدينا عنده، قال لي صافي انا تبدلت وغادي كل مره نصيفط لك اللي يقدك ويشيطك. فرحت قلت الحمد لله اخيرا غندير داري، ودوك الفلوس اللي كنت جامعه هما باش فرشت. وزدت تسلفت شي حاجه من صاحبتي. جيت ما قداني فرحه. دخلت ولدي للمدرسه غير الروض حدايا، ولكن دوزت شهرين وعاود ما صيفط ليا حتى خلى ولادو بالجوع والكرا والمدرسه كيتسالوا. بقيت هكا كنصوني ليه ما كيجاوبنيش في الواتساب، كيقرا الاوديويات وكيسكت بحال الا ما كايناش. هدرت مع باه وهضر معاه، جاوبو قال ليه هاد السيمانه غنصيفط ليها، ولكن والو.
صبرت حتى عييت، قلتها لوالديا وصفت لي بابا شي فلوس، وحتى خوه هو دبر لي شي حاجه. بابا قال لي انا غادي نبقى نصيفط لك حتى تكملي العام ديال ولدك ديال الروض، باش ما يضيعش ليه حتى هاد العام، حيت العام اللي فات كان ضاع ليه. فين كاينين والديا؟ كاينين في العروبيه، ما كاينش الروض، وما قبلوش ليا ولدي في المدرسه حتى يدير 6 سنين، وباش نقريه بريفي خاص الفلوس بزاف. المشكله دابا راجلي عنده كونجي هاد السيمانه، وانا قلت ليه بعد مني ما تجيش عندي، ولكن هو شماته قال لي غير نجي وتعرفي علاش ما كنتش كنجاوب. زيد كملها قال لي راه كانوا عندي مشاكل بزاف، انا عارفه غير كيكذب، هاد الوقت كله صبرت، كنت كنقول دابا يتبدل، ولكن صافي بان لي الحل هو الطلاق. دابا انا الا طلبت الطلاق وقلت لهم هاد الشيء ديال السكر والحشيش حاشاكم وعدم المسؤوليه واش غادي يطلقوني منه، حيت هو ما بغاش يطلق باش ما يخلص والو وما يعطيش النفقه ديال الدراري. هادشي هو اللي قالوا لي عافاكم، نصحوني بحال اختكم. انا بغيت نطلق ونخدم على وليداتي في الحلال ونخدم ميناج فيرمات. الحمد لله قادة نخدم، عندي 27 سنه وولدي عنده 5 سنين وبنتي عام ونص. كنتمنى ما تبخلوش عليا بالاراء ديالكم وتقولوا لي شنو ندير شنو في نظركم الحل. نخليكم مع المشكل الثاني. كتقول السيده انا تزوجت ملي كانت عندي 21 سنه، دوزت عام ديال الزواج وحملت، والزوج ديالي للاسف من النهار تزوجت به ما شفت معاه النهار البيض. ديما نقيرو السبان والهضره مع البنات، وهذا الشيء حسره امام ديال المسجد، ولكن اخلاقه لا علاقه لها بكتاب الله عز وجل. ملي حملت كان كيسبني بزاف وانا كنت كنرد عليه، وكنا كنتخاصمو، كان كيضربني. تفقدت بزاف دوك الايام، من تما وانا كنحس براسي ماشي هي هذيك. من موراها بشي ايام عصباتني اختو بزاف حيت كانت ساكنه معايا، وداك العشيه للاسف جاتني جلطه دماغيه وتشليت من يد ورجل ليصريين، وملي طلعوني للطبيب جاني نزيف في الدماغ وفتحت على راسي ودخلت في غيبوبه 20 يوم، والحمد لله بقيت على قيد الحياه انا والجنين. وملي خرجت من الطبيب وجيت للدار لقيت سوء المعامله، كيعنفني وكيميك عليا وما كيديهاش فيا وكيضل يضرب فيا ويغوت عليا. جلست معاه واحد الشهر ومشيت لدارنا، جلست 4 شهور في دارنا، عمرو صونا ليا ولا جا طلع ليا وانا كنت حامله ومريضه. حتى قربت نولد عاد قال لي اجي للدار، ملي جيت ما تسوقش ليا في مره، بحال اللي جات كلبه حاشاكم. ودزت واحد اليومين وقال لي غادي نطلقوا، وانا في الطبيب كان ولد وكيقول لي غادي نطلقك. ولدت وما تسوقش ليا وخرجت لدارنا، ما كملت حتى شهر ورفع دعوه ديال الطلاق. سمح في البنت وفيا ما عقلش عليا انا وياها. انا مازال صغيره 23 سنه وعندي ماستر، وصحتي الحمد لله تترجع شويه بشويه. رجعت نتمشى شويه ويدي كتحرك، ولكن مازال ما كنتحكمش في كل صبع بوحدو، ومازال راسي مفتوح من واحد البصيله. ولكن واخا هكاك كنقاوم هاد الحياه. بغيتكم تدعوا معايا باش نبرا وتنصحوني شنو ندير في حياتي، راني تالفه بزاف. هادشي بدل لي حياتي 180 درجه، وشكرا لكم. نخليكم مع المشكل الثالث. كتقول بسمه انا في عمري 23 سنه، مزوجه هذه 3 سنين. قبل ما نتزوج كنت كنبغي واحد جارنا بزاف، حتى هو كان كيبغيني. كنا 3 سنين وحنا مع بعضياتنا، كل شيء عرفنا مع بعضياتنا. بابا ملي عرفني معاه حلف ما يتزوج بيا، جا خطبني 4 المرات، ما خلى ما دار باش يتزوج بيا، ولكن الوالد ما بغاش يزوجني. قرار واحد لا رجعت فيه. انا مع الوقت واللي كنبغي راجلي، واخا ما نسيتش اول حب ليا. مؤخرا كنمشي لدارنا بزاف وكنشوفه، رجع ليا كاع داك الحب والاحاسيس اللي كنت وليت كنفكر فيه بزاف. انا كنبغي راجلي وهو احسن خلق الله ومزيان معايا، ولكني ما عرفتش مالي. وليت كنفكر في الحب الاول، وليت كنفكر في الطلاق مع راجلي باش نرجع مع الحب الاول ديالي، ولكن خفت نطلق ونرجع ليه وهو ما يبغينيش. عافاكم قولوا لي شنو ندير، انا راني معذبه في حياتي. نخليكم مع المشكله الرابع. فاش كانت عندي 19 عام
تلاقيت مع واحد السيد في الفيسبوك في واحد الجروب ديال الزواج. هضر معايا، دخلني دخلت ديال ولاد الناس. جا لدارنا من بعد سيمانه ديال التعارف، قال لي صافي غادي نديرو خطبه رسميه، نركبوا الخواتم ونديرو شي حفله كبيره، بحكم انه ما بغاش يدير العرس غير ديك الخطبه وصافي. من موراها قال لي غادي نديرو العقد وتجي لدارك. انا هاد الشيء اللي كان، درنا خطبه كبيره بحال العرس وقرينا الفاتحه. في داك الخطبه من بعد بقينا كنخرجوا، غلطت معاه. من بعد ما غلطت معاه صارحني بالصدمه ديال عمري، هي انه مزوج وعنده 3 ديال الوليدات، وقال لي باللي دابا كيطلق مرته حيت حصل عليها الخيانه الزوجيه. انا تصدمت، ما عرفت ما ندير، ولكن فاش قال لي باللي غادي يطلق قررت انني نسكت وما نعاود هذا الشيء لحتى واحد. درنا العقد وجيت معاه للدار في رمضان. من بعد فاش داز الشهر ديال رمضان اللي كان كله مشاكل، حيت كان كيمشي عند مرته اللي كان باقي ما طلقها، غير كذب عليا. هو بصح حصل عليها الخيانه الزوجيه، ولكن كان الشرط ديالو باش يرجع مرته هو انه يتزوج عاد يرجعها، وهي قبلات. من بعد بقى كل مره كيرمي لي كلمه. من بعد ما سال رمضان رجع مرته وانا ساكته، ما عرفتش شنو وقع ليا ولا شنو دار ليا. المهم فاش رجع مرته رجع كيمشي عندها دائما، غير هي انا ما كيتفاهمش معايا مره. ملي كيجي للدار هو هز التليفون، ما كيهضرش معايا، ما كيقول لي حتى شي حاجه، كيهضر معايا غير هضره بزز وصافي. صبرت العام الاول ما تبدلش، غير ما زاد بغمرته وزاد نفرني. انا كيجي نهار ونهار لا، كيجي حتى الليل بحال غير كيدير الواجب وصافي. بغيت غدا كيمشي عندها، بغيت عشا كيمشي عندها. نهار الحد دروبو ديالو كيخرجهم وانا كنعيا نرغب فيه يخرجني، والو ما كيبغيش. داز العام الاول نفس الحاله، العام الثاني والعام الثالث حملت وولدت وليد. تحسنت شويه العلاقه، ولكن ديما داك التمييز كان بيني وبين مرته. تقهرت بزاف، بقى فيا الحال بزاف، وحاولت نهضر معاه والو. ديما هي كيضرب ليها الحساب، هي اللي كيتهلا فيها دائما. انا لا، هي رقم واحد في كل شيء وانا لا. ما عرفت ما ندير في هاد الشيء مأثر عليا بزاف. بعد المرات كنفكر نهز ولدي ونهرب، ولكن كنقول فين؟ عافاكم نصحوني شنو ندير؟ راه الدنيا تغمضات في عيني. كنقول هي اللي خانته وشوهاته مع العائله، وكندير ليها الشان والمرشان. انا اللي ضحك عليا، ومع ذلك عمرني كرهته ولا درت من موراه شي حاجه. هادشي معذبني في حياتي. كنتمنى تعطيوني نصيحه. عافاكم. نخليكم مع المشكل الخامس واخر مشكل عندنا في هذه الحلقه. كتقول السيده: ما عمرني كنت ظنيت يوقع لي هكا، ولكن الحمد لله دائما وابدا. فعمري 24 سنه، مزوجه مده 5 سنين، وام لطفل في عمره عام ونص. كنسكن انا وراجلي وولدي بوحدنا في مدينه بعيده على عائلاتنا، يعني غراب على المدينه. راجلي من اطيب خلق الله، كيعاملني زوين ومهلي فيا وفي ولده، كيحن فيا وكيحترمني شهاده حق. وكجميع الازواج ضروري مره من النقاشات، ولكن كانوا بساط وبالزربه كيفوتوا. حيت فاش كيتعصب انا كنحني الراس ونسكت، واخا يكون هو الغلط كنحترمه وما كنعليش عليه صوتي ولا نرجع الهضره عليه. المهم الحياه مستمره ومستقره، ما خصنا خير. بحكم راجلي خدام في محل للمواد الغذائيه، سمعته زوينه مع كل شيء وكيحترم كل شيء. حتى لواحد النهار كنسمع الدقان في الباب. فاش فتحت كنتفاجئ بالسيد اللي خدام مع راجلي كيقول لي باللي راجلك وقع عليه واحد المشكل، تبسل على شي بنت قاصر في عمرها 14 سنه، وقال ليها شي هضره وحاول يغريها وما نعرف شنو، والبنت قالتها لدارهم وجابوا ليه البوليس وجاو داوه. انا ما عرفتش باش تبليت، بكيت وما تيقتش، حيت دايره فيه ثقه عمياء وما ظنيتوش يدير هاد الشيء، حيت هاد الشيء ماشي ديالو. المهم اتصلت بالاب ديال راجلي، جا لعندي من المدينه اللي هو فيها، وما قلت لعائلتي حتى حاجه. ما بغيتش نظلمو حتى نعرف الحقيقه منه. المهم راكو عارفين الاجراءات، طلوع والهبوط في الكوميساريات والمحاكم. وقفت معاه وقفه راجل وكندافع عليه قدام كل شيء، مع البوليس مع القاضي. كل شيء اللي تقال ليا
كنديرو غير باش يخرج. داز على هذا المشكل شهر وهو مازال في السجن ومازال متحاكم. درنا ليه محاميين ومضينا لعند العائله البنت يتنازلوا. هو نكره هاد الشيء كامل وكيقول لي ما تيقيش هاد الشيء، انا راه ما داير والو. البنت خدات السقاطه وما خلصاتنيش، حيت لها داك الشيء من يديها وما رضاتش ومشات كذبت عليهم. المهم اخواتتي انا حايره بزاف ومرضت نفسيا، واخا هكاك واقفه معاه ما فايتاهش. وانا حاليا هزيت ولدي ومشيت جلست مع والديه حتى يدير الله شي تاويل ديال الخير. بغيتكم تنصحوني، اعتبروني اختكم، وحاليا اكتشفت انني حامله. بغيت الاراء ديالكم، واش انا مدلوله ولا هاد الشيء اللي درت مزيان؟ عافاكم لما نصحوني وسمحوا لي الا طولت عليكم. وهادو هما كانوا المشاكل ديال الناس. كنت نتمنى تعطيهم النصائح ديالكم وما تبخلوش عليهم بالكلمه الطيبه. والسلام عليكم ورحمه الله.